السلام عليكم. فيديو جديد في القناة. اليوم بغيت نشارك معكم الطريقة ديال تفوار البلبولة صيكوك. خديت واحد نص كيلو ديال البلبولة، رقدتها الليل كامل وهي كترطب. الصباح نضت غير عصرتها ما بين يديا ودرتها في الكسكاس كتفور كما كتشوفوا، كتفور مزيان. كنخليوها ما بين 15 حتى ل 20 دقيقة. صافي كنرجعوها للقصريه، كنزيدوا عليها واحد شويه د الماء، شويه د الملح عفوا والماء. نحلوها ما بين يدينا مزيان حتى تنحلوها وكنرجعوها للكسكاس. صافي كنخليوها عاوتاني تاخذ حقها شويه في التفوار نيت. كنديروها في القصريه مره ثانيه وكنعاودوا نديروها، نخويو عليها شويه د الماء، نحلوها بالماء، ما نديروش الزيت غير الماء، كنحلوها غير بالماء مزيان. صافي وكنرجعوها تفور حتى كتشوفوا الحبه ديالها تنفخات. هذاك الترطاب اللي رطبناه بالليل هو اللي كيساعدها طيب بالزربه صراحه. الا ما رطبتيهاش راه غتاخذ لك بزاف د الوقت في التفوار. المهم هذه الطريقه سهله اللي غتخليك ديري لها جوج تفويرات صراحه. صافي التفويره الثانيه كتخليها حتى تتبان لك فارت مزيان والحبه ديالها يعني تنفخات، كتعرفيها راها خدات. صافي راه هذاك هو الطياب ديالها. صافي هنا كتكون عندنا البلبوله واجده لاي استعمال صراحه، لاي استعمال. المهم خصوصا انا درتها هنايا للصيكوك وبصحه والراحه. مهم اللي اول مره كيشوف الفيديو ديالنا، القناه ديالنا ما ينساناش من التعاليق ومرحبا به وبشي اشتراك، واللي قديم دارو. كنقول لشي اخوات كيهضروا معايا في الانستغرام تنقول لهم شكرا لكم على السؤال. احنا ديما حاضرين، غير شويه د العجز وصافي. ونتمنى الفيديو ديالنا يعجبكم. انا دائما كنقول انا مع البساطه، كلشي كيعرف ولكن كاينه واحد الفئه اللي ما تتعرفش. مرحبا بكم مره اخرى والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.